الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمة القرآن والعترة، وصل يا رب على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لازلنا في شرح دروس مقدمات في علم التفسير. انتهينا من الدرس الأول، نشأة التفسير وتطور هذا العلم. نشرع اليوم إن شاء الله تعالى بالدرس الثاني، ألا وهو تعريف علم التفسير وبيان ما يرتبط بهذا العلم. التفسير باللغة هو الكشف أو الإيضاح والتبيين، أما في الاصطلاح فله عدة تعريفات للعلماء من الشيعة ومن السنة، وهو علم كباقي العلوم يجب أن تكون له تعريفات. الطبرسي في مجمع البيان عرف التفسير، قال هو كشف المراد من اللفظ المشكل. اللفظ المشكل يعني اللفظ الغير واضح. السيد الخوئي على الله مقامه قال هو إيضاح مراد الله تعالى من كتابه العزيز. طبعا هاي إيضاح مراد الله، هاي نقف عليها بغير تعريفات. هو من الذي يستطيع أن يقف على مراد الله عز وجل ويعطي التفسير الواقعي؟ عرفه الزركشي في كتاب البرهان في علوم القرآن، قال هو علم يعرف فيه فهم كتاب الله المنزل. شوف، علم يعرف به فهم كتاب الله، تدبر كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله، وبيان معانيه واستخراج أحكامه. بعد هاي أحكام الفقهية، الأحكام الاجتماعية. 4 عرفه الزرقاني في مناهل العرفان، قال هو علم يبحث فيه عن أحوال الكتاب العزيز من جهة نزوله وسنده يعني تواتره وأدائه وألفاظه ومعانيه المتعلقة بالألفاظ. ووقفت على تعاريف أيضا للزركشي أيضا، وتابعه السيوطي متوفى 911 في الإتقان. قال إن الفسر مأخوذ من التفسرة. الفسر يعني التفسير، الفسر مأخوذ من التفسرة. ما هي التفسرة؟ قال وهي القليل من الماء الذي ينظر فيه الأطباء فيكتشفون به المرض. فكما أن الطبيب بالنظر إلى هذا الماء يكشف علة المريض، أيضا المفسر عندما ينظر إلى الآيات بدقة وتمعن وتدبر فسوف يكشف مقاصد هذه الآيات. الخليل بن أحمد الفراهيدي كلام الزركشي أيضا ترجمه، يعني قبل الزركشي هو الخليل أعطى رأيه بالفسر يعني التفسير، فقال والتفسير اسم للبول أجلكم الله الذي ينظر فيه الأطباء يستدل به على مرض البدن. يعني كيف الآن العلم الحديث يقف على الإدرار ويكتشف الأمراض من الإدرار، هكذا المفسر أيضا. إذن كل هذه التعاريف الاصطلاحية تتفق على قضية واحدة، أن التفسير هو الكشف وبيان
المقاصد عن الآيات القرآنية. زين، لا نستطيع أن نجزم ونقطع أن تفسيرنا لكلام الله هو تفسير قطعي وتفسير مجزوم به. هذه قضية مهمة، لأن هناك بعض التعاريف تقول، أنا ما ثبت لأن بها كلام يطول يعني، هناك بعض التعاريف مثل للشيخ الفاضل اللنقراني آية الله العظمى مختص بالقرآنيات، يقول أن التفسير حسب طاقة البشر أو حسب الطاقة البشرية، فلكل بشر له طاقة يعطي مقاصد آية معينة. إذن حسب الطاقة البشرية نستنتج ونستفيد من هذا التعريف أنه كل تفسير هو بمقدار معين، ولا نستطيع أن نقطع ونجزم أن هناك تفسير هو قطعي عن مراد الله عز وجل. حتى أن هناك كلمة لحسن زاد آملي يقول أن القرآن بتعبيره هو ونظريه متبنيها، يقول أن القرآن يدخل إلى الدنيا أو دخل إلى الدنيا بكر ويخرج بكر. تعرفوا شنو معنى بكر؟ الفتاة التي فهي فتاة. يعني ماذا نستنتج من كلامه؟ أنه القرآن يدخل الدنيا بكر ويخرج بكر، يفسر بمستويات حسب طاقة البشر. أما التفسير الواقعي والكشف عن مراد الله عز وجل هو بيد من؟ بيد المعصوم سلام الله تعالى عليهم، النبي وآله. زين، فما دام التفسير هو الكشف والبيان والتبيين، فإذا جاء المفسر يريد أن يفسر، هناك 3 أمور مهمة يجب أن تثبت حتى نقول أن هذا هو تفسير صحيح. الأمر الأول، كيف المفسر يفسر قرآن ولا يثبت بأن هذا القرآن متواتر عن النبي، يعني أن هذا القرآن هو الذي نفس هذا القرآن نزل على النبي. هذا أولا. ثانيا، يجب أن يثبت ويثبت نفي التحريف عن القرآن. يعني كيف المفسر يفسر آية ولا يعلم بأن فيها تحريف والعياذ بالله؟ فكيف يفسر آية محرفة يعطي حلال وحرام، يعطي عقائد صحيحة للناس وهي آية محرفة؟ يجب أن يثبت حتى يفسر. والأمر الثالث، هل ظواهر القرآن حجة أم لا؟ ظاهر الآية للعامي يقرأها الآية وأقيموا الصلاة، هاي ظاهر الآية حجة يعمل بها أو لا يعمل بها؟ هذا أيضا يجب المفسر أن تكون هذه الأمور الثلاثة أهم شيء هي ثابتة أمامه. أولا، تواتر القرآن عند أهل السنة أنهم يقولون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم شكلت لجنة برئاسة زيد بن ثابت. زيد بن ثابت بالمنظور الشيعي قطعا هو منحرف، ننظر إليه منحرف. كل من انحرف عن علي فهو منحرف. هذه قضية لا تقبل نقاش ولا تقبل مجاملة.
زين، هذا فقط كان يتمتع بقضية واحدة، أنه يتمتع بخط جميل فقط. هم يقولون أنه بعد وفاة النبي شكلت لجنة فزيد جمع القرآن. هم يقولون زيد جمع القرآن. زين، كيف جمع القرآن؟ جمع القرآن من صدور الرجال، يعني الحافظ يجي يقرأ على زيد آية، حافظ واحد، خليني بين قوسين احفظ لي هاي الكلمة، حافظ واحد، مسلم واحد، صحابي واحد، يجي يم زيد يقرأ آيات، زيد يثبتها أو يأخذها من العصف يعني جريد النخل، أو يأخذها من اللخاف يعني صفائح الحجارة، وبعض الآيات أواخر سورة التوبة أخذها من خزيمة، مع أبي خزيمة الأنصاري، لقاها عنده وأخذها من يمه. زين، قول الفريق الآخر يعني أن هذه الآيات وهذا القرآن جمع برواياتهم، كل القرآن أو قسم من القرآن جمع بشاهدين أو بشاهد. فماذا يفيد؟ يفيد أن القرآن جمع بروايات آحاد. وفي المنظور الشيعي وفي علم الرجال لدى الشيعة وفي الفقه الشيعي الآحاد معتبرة قطعا. روايات الآحاد غير معتبرة. هسه هاي بالرواية غير معتبرة، زين، فضلا عن القرآن. زين، أما الشيعة الإمامية الاثنا عشرية فيقولون أن القرآن قد كتب في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد حفظه المئات من الصحابة، مئات قد آلاف حفظوا القرآن من الصحابة. زين، تدري أنت في واقعة اليمامة في عهد أبو بكر كم حافظ القرآن قتل؟ 400 حافظ، 400 حافظ استشهدوا في معركة. هذا ماذا يفيد؟ يفيد أن القرآن كان متواتر محفوظ في صدور الرجال. زين، اكو كتاب اسم الكتاب صفين للمنقري، يشرح واقع الصفين. يقول إنه قد حضر حرب صفين 30,000 من حفاظ القرآن، قسم بهم مع أمير المؤمنين، قسم بهم مع الباطل في الجهة المقابل. عموما هذه دلالة على أنه القرآن متواتر، 30,000 من الصحابة. زين، قتل في غزوة بئر معونة في عهد رسول الله 70 من القراء، 70 قارئ كانوا حافظين القرآن. هذا الحاكم في المستدرك على الصحيحين، مناهل العرفان، كنز العمال، البخاري أيضا يروي. وقد أحصى، رواية أخرى، قول آخر، خبر آخر، وقد أحصى أبو موسى الأشعري القراء في البصرة بأمر عمر بن الخطاب فكانوا زهاء 300 وبضع رجال. 300 قارئ وحافظ للقرآن الكريم. هذا في كنز العمال وفي صحيح مسلم. زين، معركة أمير المؤمنين مع معاوية والمصاحف، رفع معاوية على المصاحف في صفين زهاء 500 مصحف، هي عظام مصاحف العسكر. معركة صفين معاوية رفع 500 مصحف. إذن كان القرآن مكتوب متواتر،
ومو مصاحف عادية، هي عظام المصاحف هسه كحجم كترتيب كاهتمام، أو أنه الحفاظ والقراء أصحابها أسماء لامعة في قراءة القرآن وفي حفظ القرآن، فهذا أيضا دلالة على تواتر القرآن. هذا في مروج الذهب وفي تاريخ القرآن للأبياري. زين، أبو الدرداء توفى في عهد أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، يعني كانوا يقرؤون عند 1600 قارئ وحافظ القرآن يقرؤون على أبو الدرداء، لأنه كان معلم للقرآن، فهذا عدد كبير يعني لا يستهان به، دلالة على تواتر القرآن. زين، في خلافة أو الأشعث، قتال الأشعث مع الحجاج، الأشعث كان عنده سرية كاملة، هاي السرية تسمى سرية القراء. سرية القراء، كانوا قراء وحفاظ للقرآن الكريم. هذا أيضا دلالة على ماذا؟ يذكرها تاريخ الطبري، ويذكرها الكامل في التاريخ، ويذكرها البداية والنهاية. حتى أبو هلال العسكري أحد المؤرخين يقول أن أكثر جنود الأشعث عندما قاتل الحجاج جيشه كان الأكثر هم من القراء وحفاظ القرآن الكريم. هذه الأخبار تذكرها مصادر القوم، فهل نحتاج إلى سند يثبت بأن القرآن متواتر أو غير متواتر؟ قطعا وجزما لا، هذه تكفي، يكفي أنها القرآن تواتر من جيل إلى جيل، من زمن النبي وإلى يومنا هذا. إذن ثبت عند المفسر أن القرآن الذي يفسره هو نفس القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثاني الذي يجب أن يثبت للمفسر حتى يفسر، ألا وهو نفي تحريف القرآن. يعني تحريف القرآن يراد به الزيادة، يراد به النقصان، يراد به زيادة حركة، نقص حركة، هذه هي الزيادة والنقصان. وإن كان الشهيد الأول، أو عفوا هذه العبارة يعني الصدر الأول، لأن الشهيد الأول يذهب إلى البلي العاملي، الشهيد الثاني إلى حفيدة، هذا يعني بالجو الحوزوي، فنقول الصدر الأول محمد باقر الصدر يقول لا أحد يستطيع أن يقول زيادة في القرآن. زيادة في القرآن ما موجود شخص عنده إمكانية ومؤهلات أنه يضيف على القرآن، ماكو منذ نزول القرآن ولا يوم القيامة، ماكو شخصية عندها قابلية تضيف على القرآن. بل قال نقول نقص في القرآن، يأتي أحد ويحرف آية أو يحذف آية معينة. زين، المعروف بين المسلمين عدم وقوع تحريف القرآن، وبالمناسبة القوم اتهموا الشيعة بأن الشيعة يقولون بتحريف القرآن، مع أنه ترجع لرواياتهم وما ثبتوا تجد هم الذين حرفوا القرآن وليس الشيعة، ولكن هاي تهمة باطلة. وأن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد صرح بذلك كثير من الأعلام، يعني من أعلام الشيعة، أعلى الله مقامهم وقدست أسرارهم. الشيخ الصدوق في رسالة الاعتقادات، الشيخ المفيد
في أوائل المقالات. السيد المرتضى، المسائل الطرابلسيات. الشيخ الطوسي، تفسير التبيان. العلامة الحلي، أجوبة على مسائل السيد مهنا. الطبرسي، تفسير مجمع البيان. الشيخ كاشف الغطاء، أصل الشيعة وأصولها. الفيض الكاشاني، تفسير الصافي. الحر العاملي، صاحب وسائل الشيعة. العلامة الشيخ محمد جواد البلاغي، نقلا عن كتاب شرح الوافية للسيد محسن الأعرجي. السيد شرف الدين العاملي، الفصول المهمة. السيد محسن الأمير العاملي، كتاب أعيان الشيعة. العلامة الأميني، كتاب الغدير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العلامة الطبطبائي، تفسير الميزان جزء 12. الإمام الخميني، كتاب تهذيب الأصول. وأخيرا السيد الخوئي، أستاذ المجتهدين، تفسير البيان. هؤلاء أعلام الشيعة قالوا بعدم تحريف القرآن، وهذا القرآن الذي لدينا هو الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أن هناك شخصية واحدة قالت بتحريف القرآن، يعني لا نريد أن نتطرق له، لأنه هو أعتقد في نهاية عمره أعاد النظر بهذا الرأي، وهو شخصية إخبارية. والشخصية الإخبارية يعني في المذهب الشيعي ليس لها ذاك الثقل كالشخصية الأصولية. يعني الشخصية الأصولية شخصية محققة فلا تعطي رأي إلا بتحقيق، أما الشخصية الإخبارية قد يتأثر، قد يأخذ برواية معينة. أما ذول علماءنا اللي ذكرتهم 90% هم من المحققين ومن الأصوليين، قالوا بأن لا تحريف في القرآن الكريم. زين، العلماء من المحققين استدلوا ببعض الأمور على عدم تحريف القرآن، ونشوفها أمور فعلا منطقية، إنه كيف يعني يجتمع نقيضين، كيف؟ وبالتالي هو لا يجتمع نقيضين، يستحيل. أولا، الدليل الأول من القرآن وهو قوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالآية دلت على أن القرآن محفوظ من كل زيادة أو نقصان. قد يسبقني أحد ويقول: وما هو قضية القراءات؟ إذا القرآن ما بزيادة فكيف قضية الزيارات؟ قضية القراءات. يعني عندما أقول مثل: وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مثل ورش: سارعوا إلى مغفرة، إلى جنة. ما قال وسارعوا، حذف الواو. إذن هذا مو نقص. قطعا يجب أن نثبت أصل أن القرآن شيء والقراءات شيء آخر. القرآن هو الكتاب المنزل من الله على صدر النبي، أما القراءات فهي اجتهاد من الرواة، كما عبر يعني بروايات عن الإمام الصادق. وأيضا أثبت السيد الخوئي في كتاب البيان أن هذا اجتهاد من القراءات من الرواة، فالقرآن محفوظ. هذه قضية أولى. القضية الثانية: حفظ القرآن لأنه مقروء وليس مكتوب، لأنه لو كان مكتوب لطالته يد التحريف كما طالت يد التحريف التوراة والإنجيل.
ولكن ما دام القرآن ماذا؟ مقروء حفظ في الصدور، يعني كانت تنزل على النبي آيات يحفظها للصحابة ثم يكتبوها، فهي حتى إذا ضاعت آية فالقضية وين؟ هي محفوظة في الصدور. فعندما شكلت لجنة بأمر أمير المؤمنين يبعث زيد بن ثابت، ورئيس اللجنة هو أبي بن كعب، لأن أبي من شيعة علي ومن الصحابة المقربين، فكان هو رئيس اللجنة، تعرض عليه الآية حتى تثبت. هم ليس أرادوا توحيد المصاحف، لأن القرآن واحد عند علي، أرادوا توحيد القراءات. هاي هم قضية جوهرية نبحثها في مواضيع أخرى إن شاء الله وموضوعات أخرى. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن هذا الكتاب القرآن الكريم هو كتاب هداية، فكيف كتاب هداية وفيه تحريف؟ قد أستند على آية معينة أهدي بها الناس وهي تعطي مضامين منحرفة والعياذ بالله، فكيف يستقيم كتاب هداية وبه تحريف؟ هذا العقل ما يقبل. قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قضية أخرى، القرآن يحث على التدبر، فكيف المولى عز وجل يقول للإنسان تدبر في قرآن فيه تحريف؟ كيف؟ العقل لا يقبل. بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن. إذن كيف يصح الإنسان يتدبر القرآن وفيه تحريف؟ هذا أيضا العقل لا يقبل به. ثالثا الاهتمام بالقرآن، يعني العرب كيف كانت لديها تعجب من الشعر، كانوا يقفون أمام القصيدة وأمام الشاعر وأمام الألفاظ متعجبون، ولكن ما إن نزل القرآن تغيرت كل أذواقهم. يعني هذا العاص بن وائل وأبو سفيان وشعبة والمغيرة بن شعبة، أو بس ما يعني تخون الذاكرة، أنهم اجتمعوا كل ليلة يذهبون ويستمعون للنبي وهو يقرأ القرآن. وهذا العاص بن وائل أو غير اسم، هذا كان فحل من فحول اللغة، هو هذا الذي قال هاي الكلمة المعروفة لذكره لحلاوة وطراوة وما هذا كلام بشر. هذا يعرف صاحب صنعة، فكشوفه. وآخر شيء اجتمعوا قال بعضهم لبعض نجتمع ونتفق على أن لا نأتي لمحمد ونستمع، لأن لا يرانا أحد من قومنا فيتأثروا، فقطعوا بعد ما يجون للنبي. ولا هو ما الذي جاء بهم للنبي؟ هو كان حب الاستماع لهذا الكلام الذي هو ليس كلام الله، ليس كلام النبي قطعا، وكلام الله عز وجل. فاهتمام الصحابة، كل صحابي لديه مصحف معين، اهتمام التابعين بالقرآن الكريم، ولحد هذه اللحظة اهتمام العلماء الفقهاء، وليس اهتمام العلماء والفقهاء بالجانب اللفظي، لا، بل هو اهتمام العلماء والفقهاء بما يستخرجون من أحكام من القرآن الكريم. الدليل الرابع أخبار العرض على الكتاب. زين، روايات كثيرة عن أهل البيت روايات عرض. شنو هي رواية عرض؟ تقول أنه هذه الرواية تعرضها على كتاب الله. خلينا نشوف. الحر العاملي في وسائل الشيعة في الباب 9
من أبواب صفات القاضي روى الكليني عن السكوني عن أبي عبد الله الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن على كل حق حقيقة وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه. وروى أيوب عن راشد عن أبي عبد الله الإمام الصادق عليه السلام قال: ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو زخرف، يعني لا قيمة له، يعني فقط شكل فقط ما بمحتوى. وفي رواية أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله الصادق يقول: كل شيء مردود إلى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف. هذه الروايات الثلاثة من وسائل الشيعة، الباب التاسع، صفات القاضي. إذن كيف النبي والإمام المعصوم يحث ويوصي بأن تعرض روايات على كتاب محرف؟ هل العقل يقبل أنه المعصوم يقول اعرضوا هاي الروايات على كتاب قرآن محرف؟ قطعا وجزما لا. زين، أو بعد حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيت، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. نعرف أنه أهل البيت لا يدخل لهم والعياذ بالله رجس أو شرك لا. والقرآن أيضا معصوم والإمام معصوم، فإلى يوم القيامة نأخذ من المعصومين القرآن والإمام سلام الله تعالى عليه. زين، الواقع التاريخي هذا مهم تنتبهوا لي عليه. إذا كان التحريف في زمن النبي فهذا عقلا مرفوض. الواقع التاريخي يقول إذا كان التحريف في زمن النبي هذا عقلا مرفوض، لأن النبي هو الذي كان يشرف بنفسه على كتابة القرآن الكريم. زين، ويعلم الناس، ويعرض عدة مرات تعرض الآيات وكتابتها على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الروايات أنه في سنة موته استشهاده كم مرة عرض القرآن؟ مرتين. هذا دليل أنه خرج من الدنيا والقرآن هو هذا القرآن الذي أنزل عليه. زين، وبعد النبي أمير المؤمنين، وحتى وإن كانت السلطة بيد هي غيره، يعني الإمامة الخلافة، يعني هاي الخلافة الظاهرية، الخلافة الظاهرية كانت للقوم، فهذا ما يمنع أنه الإمام أمير المؤمنين إذا رأى تحريف بالقرآن أن يقف بوجه السلطة وبوجه أي جهة تريد أن تحرف القرآن الكريم. والصحابة أيضا، الصحابة العدول أصحاب النبي، يعني سلمان، أبو ذر، عمار، المقداد، ذولا عمار رضي الله تعالى عليهم، ذولا حواري الرسول وحواري أمير المؤمنين. ذولا كيف إذا نظروا إلى تحريف القرآن يسكتوا؟ الواقع التاريخي لم يذكر هكذا حالا. إذا لا يوجد هناك تحريف في القرآن الكريم. وحتى البعض قال حتى لو كان أمير المؤمنين ما عنده استطاعة أنه يغير شيء من تحريف القرآن في زمن السلطة، لكان الأحرى به عندما لزم السلطة أصبح حاكما خليفة للمسلمين، أنه إذا كان هناك تحريف فالإمام يقول أن هناك تحريف ويعطي تعديل لهذا التحريف. أيضا الواقع التاريخي لم يذكر لنا هكذا
واقعة. وقطعا بعد الإمام أيضا جاءوا الأئمة سلام الله تعالى عليهم فثبت. وقطعا آيات بعد كثيرة، لا يأتيه الباطل، لا يأتيه الباطل من بين أيديه. هذا أيضا من الآيات الدالة على. ثانيا هناك شيء مهم، إن المولى ما قال إني، قال إنا، نعم، أو نحن نزلنا، ما قال أنا أنزلت، نحن نزلنا، هذا جمع. والجمع إذا قال به المولى عز وجل فهو من أجل التعظيم، أنه هذا شيء عظيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، طب هو جبريل نزل، بس المولى ماذا عبر؟ قال إنا، فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا كله جمع، وهو المقصود به المولى عز وجل، ولكن قال هكذا من أجل التعظيم، أنه هذا قرآن عظيم، فأنا الذي أحفظ هذا الكتاب. الأمر الثالث والأخير، هل ظواهر القرآن حجة أم لا؟ يعني أنا من أقرأ آية يعني هاي ظاهر الآية حجة علي، أنا أعمل بها أو لا أعمل بها. قد إذا وفقني المولى أعقد درس من الدروس وهو تحت تسمية الحاجة إلى التفسير، أو ما هي الحاجة إلى التفسير، أو الحاجة إلى التفسير. لماذا نحتاج إلى التفسير؟ أيضا بها مباحث جميلة. لا شك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخترع لنفسه طريقة خاصة حتى يفهم المسلمين مقاصد الآيات القرآنية. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني هل نزل القرآن على النبي والنبي اخترع طريقة حتى يفهم القوم؟ قطعا لم يخترع. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغتهم، وبالتالي عرفوا معانيه وألفوا كلماته. معاني البعض يعرفونها، وأكو كلمات ألفوها مر عليهم، إنه كيف المولى يخاطب قوم بألفاظ هي ليست ألفاظهم. هسه حتى هذا بحث أنه هل هناك كلمات غير عربية، عدوها بعض العلماء أنه 105 كلمة غير عربية، وحتى هاي 105 كلمة غير عربية أيضا فيها كلام، هل هي أصلها عربي ثم عربت، يعني أخذوها الأقوام، أم هي أساسا غير عربية ووضعت بالقرآن من أجل الحجة، أنه القرآن يتكلم بألفاظ هي كانت في أقوامكم وفي زمان أنبيائكم، هكذا يعني بتفصيل. وبالتالي المسلمين تدبروا آيات الله وبدأوا يأتمرون بأوامره وينتهون عن نواهيه. إذن ماذا؟ أنه كانوا يعتمدون ويفهمون ظواهر القرآن الكريم، إلا البعض آية وضعناها في الدرس الأول، أنه لماذا كانوا يأتون النبي والنبي يفسر. من أراد أن يرجع إلى الدرس الأول ويشوف النقاط الثلاثة اللي وضعتهن، لماذا المسلمين الأوائل كانوا يأتون إلى النبي ويسألونه عن التفسير والقرآن نزل بلغتهم وبعض الكلمات. وقلت وهنا أقول أيضا أن العربي فهم الكلام وفسره بنحو العرفي، بنحو عرفي، العرف عنده خلاه يفهم هاي المعاني ويوضحها. زين،
مما يدل على حجية ظواهر القرآن. طبعا حجية ظواهر القرآن معركة شرسة بين الأصوليين وبين الإخباريين. الإخباريين يقولون لا يجوز تفسير القرآن إلا بالرجوع إلى روايات أهل البيت. الأصوليين يقولون لا، جائز تفسير آيات الله، اعتماد على الظواهر أو اعتماد على الروايات، على النقل، أو الاعتماد على العقل. ولكن السيد الطبطبائي يقول، العلامة الطبطبائي صاحب تفسير الميزان يقول: تفسر نقلا، تفسر عقلا، ولكن هذا لا يبعد أن تعتمد على قرائن وهي المعصوم أو القرآن. إما أن تفسر بقرينة عن رواية عن المعصوم، أو تفسر بقرينة آية أخرى تفسر القرآن. زين، مما يدل على حجية ظواهر القرآن: أولا، إن القرآن نزل حجة على الرسالة، وأن النبي تحدى البشر على أن يأتوا ولو بسورة. هذا أول دليل على حجية ظواهر القرآن. آيات كثيرة تقول تحدى العرب أنه ائتوا بسورة من مثله، ب10 سور، بسورة. بعدين بدأ الخطاب يقل بحديث مثله. واضح؟ كيف النبي والقرآن يتحدى قوم هم لا يعرفون ظواهر هذا الكلام؟ كيف؟ الآن أنا أقول لك أتحداك بجملة وأعطيك جملة أنت لا تعرف هذه الجملة، إذن كيف أقول لك أنا أتحداك بها؟ ما يصير. وقطعا هذا التحدي مستمر، تحدي مستمر إلى يوم القيامة. دليل آخر أنه المعصوم قال بعرض الروايات. المعصوم قال لي ولك، قال إذا جت لك رواية أعرضها على كتاب الله، فقط أنا أعرضها على كتاب الله، على ظواهر القرآن. وإلا هل كل البشر هو مستواهم عالي بالاستنباط والتفسير؟ الآن نحن هل لدينا المكنة العالية أن نفسر القرآن؟ وتعرفون أنه أهم علم في تفسير القرآن هو اللغة. أهم علم في تفسير القرآن هو اللغة. زين، كيف المعصوم يقول لك إذا جاءت لك رواية عرضها على الكتاب وأنا أساسا لا أفهم ظواهر القرآن؟ كيف؟ هذه حجة ثانية. حجة ثالثة: استدلالات الأئمة سلام الله تعالى عليهم على الأحكام الشرعية وغيرها من الآيات. مثلا قول الصادق عليه السلام حينما سأله زرارة بن أعين: من أين علمت؟ زرارة يقول للإمام: من أين علمت أن المسح ببعض الرأس؟ قضية المسح على الرأس. هنا ايش قال الإمام؟ قال له: لمكان الباء، وامسحوا برؤوسكم. هنا الباء جاءت ماذا؟ التبعيض، جزء. واضح؟ فهنا الإمام يعني كيف استدل بظاهر آية؟ الآن تيجي بأستاذ لغة عربية تقول له الباء برؤوسكم ماذا؟ يقول التبعيض. فنعرف أنه أمسح جزء من الرأس وهو مقدمة الرأس لقصاص الشعر. واضح؟ كيف الإمام يقول لك؟ وحتى أنا يعني توقفت أنه يعني زرارة يسأل الإمام: من أين علمت أن المسح؟ يعني هذا استفهام. ولا زرارة الإمام الصادق يقول: 4 أمناء الله
سرارة وعبد الرحمن بن يونس وأبو بصير وبريد العجلي، يقول 4 هؤلاء أمناء الله في حلاله وحرامه. لماذا يا ابن رسول الله؟ قال لأنهم حفظوا تراث أبي الباقر، ورواية حفظوا تراث محمد وآل محمد. فقطعا هذه بعد آية أخرى استدلال الإمام المعصوم بظواهر القرآن، قوله عليه السلام في من عثر، واحد وقع فوقع ظفره، واحد وقع وظفره شنو؟ انشلع، فجعل على إصبعه مرارة، يعني كأنما دواء، وهذا الدواء صار يعني صار كالجبيرة، جبيرة زين. فقال إن هذا وشبهه يعرف من كتاب الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال يعني شو اسوي؟ قال امسح عليه، امسح على هذا الإصبع. إذن الإمام أعطى حكم شرعي وهو المسح على الجبيرة، أعطى حكم بتفسير آية، أعطى حكم بتأويل آية، أحسنت، أعطى حكم بظاهر آية. إذن ظواهر الآية حجة، فثبت للمفسر أن ظواهر الآية حجة، فجائز له أن يفسر على هذه الظواهر. أنا فقط للفائدة الآن أنا أعطيتك أدلة الأصوليين هذه الثلاثة، يعني تحدي القرآن بظاهر القرآن، عرض الروايات، الإمام بظاهر الآية يعطي حكم. هذه أدلة الأصوليين المحققين من العلماء الشيعة على الله مقامهم. خلينا نشوف الإخباريين للفائدة، خلينا نشوف الإخباريين على شنو تمسكوا حتى قالوا أنه ظواهر القرآن ليس حجة. أولا اختصاص فهم القرآن، اعتمدوا على روايات أن فهم القرآن مختص في من خوطب به. هاي روايات عند الإخباريين. تقول له ليش أنا ما أقدر أفسر القرآن؟ يقول الذي يفسر القرآن فقط الذي خوطب به، يعني محمد وآل محمد. صلوا على محمد وآل محمد. زين، ذكروا رواية في كتبهم عن الإمام الصادق قال يا أبا حنيفة تعرف كتاب الله حق معرفته وتعرف الناسخ والمنسوخ؟ فقال نعم. قال عليه السلام يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما، ويلك ما جعل الله ذلك إلا عند أهل الكتاب الذين أنزله عليهم. يقول أنت شلون تقول أنا عندي علم الكتاب؟ أنت بس تقول علم الكتاب عندنا، طبعا هو عندهم، هو بالكليات بالكلي هو علم الكتاب، علم القرآن لديهم سلام الله تعالى عليه. عن الباقر يقول لقتادة، قتادة كان فقيه أهل البصرة، ويحك يا قتادة إنما يعرف القرآن من خوطب به. هاي روايات من؟ هاي روايات الإخباريين تمسكوا بيها، فقالوا ما يصير واحد يفسر القرآن. عن الباقر ما يستطيع أحد أن يدعي أن عنده جميع القرآن كله ظاهره وباطنه غير الأوصياء. زين، هنا الأصوليين جابوا على هاي الروايات ثلاثة، وطلعت قضية الإخباريين يعني اعتمدوا على معاني هم وضعوها. المقصود باختصاص فهم القرآن بأهل البيت وإنهم هم المخاطبون هو الفهم الكامل للقرآن، الفهم الكامل للقرآن
الفهم الكامل للقرآن فقط للذي خاطب به، هو النبي وأهل البيت سلام الله تعالى عليهم. يعني أعم من العلم بالمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ. لا خب، هاي جزئيات قد تكون غير المعصوم يعرفهن، أما العلم الكامل فقطعا هو بيد المعصوم سلام الله تعالى عليه. زين، أما ويحك يا قتادة، هنا يعني أنه كيف تفسر؟ يعني كان قد يقال أنه كان يفسر بكيفه. إن رواية التفسير بالرأي تعني تفسير القرآن بدون مراجعة القرائن العقلية والنقلية. هذا التفسير بالرأي، أفسر برأيي، لا أرجع لرواية ولا أرجع لعقلي. وحتى العقل أنا أقولها وقلتها وأقولها أنه العقل يدرك ولا يحكم. لا يوجد عقل خلقه الله يحكم، لا يوجد عقل خلقه الله يحكم ما عدا عقل المعصوم. أما دون عقل المعصوم فيدرك، لأن المعصوم عندما يحكم بعلم واقعي عند الله، أما غير المعصوم يدرك فيعطي حكم ظني، ما يعطي حكم قطعي. 3 قالوا الغموض في معاني القرآن، يعني قالوا أن القرآن اشتمل على علوم غيبية، علم ما كان وعلم ما يكون إلى يوم القيامة. بس هذا ما يمنع أنه القرآن فيه ظواهر تفهم وبأمور ما تفهم، غيبيات، وذكرناه بالدرس الأول: الصراط، الميزان، العرش، القلم، الكرسي، البرزخ، الحروف المقطعة. خب هذه من الغيبيات قطعا لا أنا ولا غيري يفهمن. أصلا ما كتبت الأقلام ودونت الكتب بهذه الموضوعات الغيبية إلا عن رواية عن المعصوم سلام الله تعالى عليه، ولا العقل البشري لا يستطيع. غيبيات، ولكن هناك ظواهر، فما يمنع القرآن فيه بواطن علمها عند المعصوم وفيها ظواهر. وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة ايش تفهم منها؟ صلي، فعل أمر. وبهذا يثبت أن أدلة الإخباريين على منع حجية ظواهر القرآن مخدوشة، وأن أدلة علماء الأصول في هذا المورد تامة ومقبولة. فعلماء الأصول المحققون أثبتوا أن القرآن متواتر، ونفي التحريف عن القرآن، وأن ظواهر القرآن حجة. وبالتالي أصبحت هناك 3 أمور مهمة للمفسر إذا أراد أن يفسر وهو مطمئن. هذا هو الدرس لهذا اليوم: تعريف التفسير وبيان ما يرتبط به أو بيان مقدماته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.